مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون بصحة وسلامة يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة نتكلم فيه عن العملات التذكارية القديمة، وانا كنت وعدتكم بالفيديو ده من بدري عشان ان انا اجمعه لكم كله في فيديو واحد عشان متقعدوش تدوروا على الفيديوهات في وسط القناة كلها ووسط العملات التانية. فانا قلت اجمعه لك، ودي عملات تذكارية عشان الناس اللي اول مرة تشوفني او داخلة الفيديو لأول مرة. العملات التذكارية المتداولة دي، العملات دي ليها سعر يا جماعة، وسعر غالي جدا. ويعني انت لو معاك 10 عملات ولا حاجة، اعرف ان انت معاك زي ثروة حقيقية تقدر تبيعها. العملات اسعارها عالية جدا، والتسعير عن طريق الايباي يا جماعة. تمام. فقبل ما نبدأ عايزين نصلي على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وكوباية قهوة كده جنبك عشان الفيديو هيبقى طويل شوية يعني. وورقة وقلم، واكتب كل العملات اللي معاك بكميات السك مثلا العملة معمولة مصنوعة من ايه. اهم حاجة تكتبها كميات السك عشان لما تروح تبيع ما يقولكش العملة دي ملهاش قيمة او بتاع. قول له لا، ده العملة دي مسكوك منها كذا ومطلوبة في السوق بالسعر الفلاني كذا وسعر الانصر كذا، تعرفوا ان انت فاهم. تمام. فخلونا بقى نبدأ بأول عملة معانا النهاردة، اللي هي ال5 مليمات الفاو. إصدار سنة 1973 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1973. التصنيف بتاعها عملات تذكارية متداولة زي ما احنا قلنا في أول الفيديو. الخامة معمولة من الألمونيوم، هي دي المادة اللي أنا بقولك عليها. اكتب الألمونيوم لو معاك القطعة دي تكتبها المادة بتاعتها من الألمونيوم. الوزن بتاعها 1.5 جرام، القطر 21.5 مليمتر، السماكة 1.9 مليمتر. اللي ما يعرفش انا بقول ليه المعلومات دي. المعلومات دي مهمة عشان في ناس بتغش العملات اللي هي غالية. في عملات ممكن سعرها يوصل 2000 و3000 دولار، اضرب بقى في 50 جنيه مصري، يعني ممكن تعدي 150 ألف جنيه. ده بجد وموجود على فكرة، وخش على النت وابحث وهتلاقي العملات دي بتتباع في مزادات. فالحاجات دي مهمة عشان يعرفوا بيها الأصالة بتاعت العملة، أو إن العملة دي مش مزورة ولا حاجة. تمام. فانا بقولها لك، عايز تكتبها اكتبها، مش عايز تكتبها ده راجع ليك. بس اهم حاجه كميات السك والماده اللي مصنوع منها العمله. تمام. كميه السك 10 مليون قطعه فقط لا غير. بسعر الانصر، وانا هنا بجيب الحاله الانصر، وانت من حيث الحاله الانصر انت ظبط السعر بتاعك. تمام. بسعر الانصر ب250 جنيه بواقع 5 دولار، وانا حاسب على سعر البنك ب50 جنيه الدولار. تمام، على حسب تصوير الحلقه. نخش على تاني عملة معانا النهاردة، ال5 مليمات بتاعت عام المرأة. إصدار سنة 73 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 73. عملات تذكارية متداولة برضو، معمولة من مادة النحاس الأصفر. الوزن بتاعها 2 جرام، والقطر 18 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.1 مليمتر. بسعر الأنصر 350 جنيه وواقع 7 دولار. على تالت عملة معانا النهاردة بقى، ال5 مليمات. إصدار سنة 75 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1975. معمولة من مادة النحاس بوزن 2 جرام، والقطر 18 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.1 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 10 مليون قطعة فقط لا غير. هي نفس العملة اللي فاتت، بس كميات السك بتاعت العملة اللي فاتت مش موجودة، فعشان كده هتلاقيني أنا مقلتهاش. تمام. بسعر الأنصر للقطعة الواحدة، اللي هي إصدار سنة 75 بقى، بسعر الأنصر 850 جنيه بواقع 17 دولار. تمام. نخش على رابع عملة معانا النهاردة، ال10 مليمات الفاو. إصدار سنة 75 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1975. معمول من مادة النحاس بوزن 3.2 جرام، والقطر 21 مليمتر، والسماكة 1.5 مليمتر. كميات السك المعروفة 10 مليون قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 350 جنيه بواقع 7 دولار. نخش على خامس عملة معانا النهاردة، ال10 مليمات برضو بتاعت الفاو. اصدارات الفاو بتتغير كتير، وهتلاقي في الفيديو ده فاو كتير جدا. تمام. فانت على حسب الصورة بتاعت الفيديو والاصدار بتاعها اكتب عندك، وكميات السك هتفرق معاك الحاجات دي. تمام. اصدار سنة 76 وانتهى الاصدار بتاعها سنة 1976. معمول من مادة النحاس بوزن 3.11 جرام، 3.11 من 100 جرام، والقطر 21 مليمتر، السمكة بتاعتها 1.4 من 10 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 10 مليون قطعة فقط لا غير. بسعر الأنصة 350 جنيه بواقع 7 دولار. نخش على سادس عملة معانا النهاردة،
العشر مليمات بتاعة الفاو إصدار سنة 1977 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1977. معمولة من مادة النحاس بوزن 3.28 جرام والقطر 21 مليمتر والسماكة 1.48 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 10 مليون قطعة فقط لا غير. والعملة دي لسه منتشرة في مصر وموجودة، وعلى أساس إن النطاق بتاع القاهرة على الأقل، فأنا بشوفها كتير. تمام. مسكوك منها 10 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر للأنصر للقطعة الواحدة 300 جنيه بواقع $6. نخش على سابع عملة معانا النهاردة. العشر مليمات بتاعت الثورة التصحيحية إصدار سنة 1977 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1979. تمام. معمولة من مادة النحاس بوزن 3.2 جرام والقطر 21 مليمتر، السمكة بتاعته 1.5 مليمتر. كميات السك المعروف عنها 5 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 400 جنيه بواقع $8. نخش على تامن عملة معانا النهاردة. أنا بتكلم بسرعة بس عشان خاطر الفيديو ميبقاش طويل. العشر مليمات بتاعة الفاو التعليمية إصدار سنة 1978 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1978. معمولة من مادة النحاس بوزن 3.2 جرام والقطر 21 مليمتر والسماكة 1.5 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 2 مليون قطعة. شوف يعني مسكوك منها 2 مليون قطعة. شوف عقبال ما تجيلك من الزمن ده في حالة الأنصر أو حالة كويسة ما تكونش العملة مبهدلة، فأنت قدامك كتير جدا. تمام. اللي هو يعني العملة بتساوي، عشان الناس بتضحك عليك في السوق المصري ويروحوا يبيعوها أساسا بره عن طريق شركات الشحن بيشحنوها عادي للخارج. تمام. بسعر الأنصر 525 جنيه بواقع $10.5. نخش بقى على التاسع عملة. العشر مليمات بتاعت عام الطفولة إصدار سنة 79 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1979. معمولة من مادة النحاس بوزن 3.2 جرام والقطر 21 مليمتر والسمكة بتاعتها 1.48 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 2 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر للأنصر للقطعة الواحدة 325 جنيه بواقع $6.5. واللي ما يعرفش يعني ايه أنصر، عشان عارف إن في ناس لسه جديدة بتيجي القناة، سعر الأنصر ده اللي هي حالة البنك. تمام. اللي هو العملة لسه خارجة من البنك، فأنا بجيب لك أعلى قيمة، والحالة الجيدة هتنزل 20% من السعر. تمام. لكن لو معاك حالة البنك فهي دي سعرها. تمام. عايز بقى تتابع السوق المصري، عايز تسعر انت من دماغك، فانا جايب لك التسعير بتاع الايباي. يا ريت يعني خد مني حتى المعلومات بتاعت كميات السك والعملة مسكوكة من ايه، والتسعير ده انت براحتك بقى، دي الحاجة دي تخصك انت وحاجتك انت. تمام. نخش بقى على الخمس قروش بتاعة البنك الأهلي الوطني إصدار سنة 73 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 73. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.52 جرام والقطر 25 مليمتر والسماكة 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنه 1 مليون قطعة. سعر 450 جنيه بواقع $9. بتكون العملة اللي بعد كده معانا الخمس قروش بتاعة الثورة التصحيحية إصدار سنة 1977 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1979. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.5 جرام والقطر 25 مليمتر والسماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنها يا جماعة 1 مليون قطعة فقط، بسعر للأنصر للقطعة الواحدة 540 جنيه بواقع $10.8 يعني 10.80 سنت. العملة اللي بعد كده الخمس قروش بتاعة الغزل والنسيج إصدار سنة 77 وانتهى إصدارها سنة 77. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.5 جرام والقطر 25 مليمتر والسماكة 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 1 مليون قطعة برضو، بسعر الأنصر 400 جنيه بواقع $8. هتقولي في اختلاف كبير في السعر وعن نفس عدد السك، أقولك ده بيبقى حسب العرض والطلب. تمام. العملة اللي بعد كده الخمس قروش بتاعة الفاو إصدار سنة 1977 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1977. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.6 جرام والقطر 25 مليمتر والسماكة 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها للقطعة دي 2 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 750 جنيه وواقع $15. يعني مسكوك منها 2 مليون وأغلى من اللي مسكوك منها مليون. ده اللي بيحددوا السوق يا جماعة، العرض والطلب. تمام. العملة اللي بعد كده الخمس قروش بتاعة الفاو التعليمي بس إصدار سنة 78 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1978.
معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسماكة 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنها مليون قطعة فقط لا غير، بسعر للأنصة 411 جنيه، بواقع 8 دولار و22 سنت. تمام. نخش على العملة اللي بعد كده. الخمس قروش بتاعت عامل الطفولة، إصدار سنة 79 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1979. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصة للقطعة الواحدة 400 جنيه، بواقع 8 دولار. خش على العملة اللي بعد كده. الخمس قروش بتاعة المهن التطبيقيين، إصدار سنة 1980 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1980. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.6 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 500 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 550 جنيه، بواقع 11 دولار. العملة اللي بعد كده. العشر قروش بتاعت حرب أكتوبر، إصدار سنة 74 وانتهى إصدارها سنة 1974. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 2 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 250 جنيه، بواقع 5 دولار. نخش على العملة اللي بعد كده. العشر قروش بتاعت إعادة افتتاح قناة السويس، إصدار سنة 76 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1976. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، السمكة بتاعتها 1.5 مليمتر. كمية السك المعروف عنها يا جماعة 5 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 600 جنيه، بواقع 12 دولار. نخش على العملة اللي بعد كده. العشر قروش بتاعة الفاو، إصدار سنة 77 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1977. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 5.9 جرام، والقطر بتاعها 27 مليمتر، السمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 400 جنيه، بواقع 8 دولار. العملة اللي بعد كده. العشر قروش بتاعة الثورة التصحيحية، إصدار سنة 77 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 79. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 2 مليون قطعة فقط لا غير، سعر الأنصر بتاعها 350 جنيه، بواقع 7 دولار. خش بقى على العملة اللي بعد كده. 10 قروش بتاعة الفاو، إصدار سنة 80 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1980. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 27 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 350 جنيه، بواقع 7 دولار. العشر قروش بقى بتاعت اللي هي الثورة التصحيحية، إصدار سنة 80 وانتهى إصدارها سنة 81، وطبعا الأشكال مختلفة طبعا يعني. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنها مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر، وده متوسط عشان لو في ناس بتجري الفيديو ولا حاجة فما سمعتش الأول، ده سعر متوسط ب450 جنيه، بواقع 9 دولار. الخمس مليمات بتاعة الفاو اللي هي الأبقار وكده يعني، إصدار سنة 77 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 77. معمولة من مادة النحاس بس، بوزن 2 جرام، والقطر 18 مليمتر، السماكة بتاعتها 1.3 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 5 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 400 جنيه، بواقع 8 دولار. العملة اللي بعد كده. الخمس قروش بتاعة اللي هو سوق القاهرة الدولي، إصدار سنة 73 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1973. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.6 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسمكة بتاعته 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنه 500 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 250 جنيه، بواقع 5 دولار.
الخمس قروش بقى بتاعت حرب أكتوبر إصدار سنة 74 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1974. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.55 جرام والقطر 25 ملم. السماكة بتاعته 1.4 ملم. كمية السك المعروف عنه 2 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 300 جنيه بواقع $6. الخمس قروش بقى بتاعت اللي هو العام المرأة إصدار سنة 75 وانتهى إصداره سنة 75. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.5 جرام والقطر بتاعه 25 ملم. السماكة 1.4 ملم. كمية السك المعروف عنه 2 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 450 جنيه بواقع $9. العملة اللي بعد كده الخمس قروش بتاعت سوق القاهرة الدولي، وطبعا هتلاقي الأشكال مختلفة مع كل إصدار سنة 1976 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 76. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.55 جرام والقطر 25 ملم والسماكة بتاعته 1.4 ملم. كمية السك المعروفة عنه 2 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 200 جنيه بواقع $4. العملة اللي بعد كده الخمس قروش بتاعت اللي هو الذكرى ال50 بتاعت شركة بورتلاند للأسمنت، إصدار سنة 78 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1978. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.5 جرام والقطر 25 ملم والسماكة بتاعته 1.4 ملم. كمية السك المعروفة عنه 500 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 550 جنيه بواقع $11. العملة اللي بعد كده الخمس قروش برضو بتاعت الثورة التصحيحية، إصدار سنة 80 وانتهى إصدار سنة 1980. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.55 جرام والقطر 25 ملم والسماكة 1.35 ملم. كمية السك المعروف عنها مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 250 جنيه بواقع $5. العملة اللي بعد كده العشر قروش بتاعة سوق القاهرة الدولي، إصدار سنة 72 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1972. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام والقطر 27 ملم والسماكة 1.5 ملم. كمية السك المعروفة عنها 500 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 450 جنيه بواقع $9. نخش بقى على العملة اللي بعد كده يا جماعة العشر قروش بتاعة اللي هو الاتحاد الاقتصادي، إصدار سنة 77 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 77. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام والقطر 27 ملم والسماكة بتاعتها 1.6 ملم. كمية السك المعروفة عنها مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 505 جنيه بواقع $10. خش على العملة اللي بعد كده العشر قروش بتاعت سوق القاهرة الدولي، إصدار سنة 1978 وانتهى إصدارها سنة 1978. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام والقطر 27 ملم السماكة بتاعتها 2 ملم. كمية السك المعروفة عنها نص مليون قطعة 500 ألف قطعة يعني بس، بسعر الأنصر 405 جنيه بواقع $8. نخش على العشر قروش بتاعت وزارة المالية أو الذكرى 25 بتاعت وزارة المالية، إصدار سنة 79 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1979. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام والقطر 27 ملم والسماكة 1.45 ملم. كمية السك المعروف عنها مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 505 جنيه بواقع $10. هتلاقي الأسعار مختلفة بتاعت الدولار عشان ده أنا مثلا كتبت الحلقات على كذا يوم، فكل مرة بخش على سعر الدولار الجديد، فانت اكتب بسعر الدولار وشوف انت السعر ايه، يعني اكتب سعر الدولار ما تكتبش سعر الجنيه، لان احنا زي ما احنا عارفين كل يوم الجنيه والدولار عمالين بقى فاهم يطلعوا وينزلوا، فهي الفكرة في كده، اكتب سعر الدولار عندك في الورقة ما تكتبش السعر بالجنيه، عشان لما تنزل تبيع تغير انت من الدولار هتعرف انت السعر بقى كام. تمام، لان السعر بالدولار بيتغير بصعوبة جدا في العملات. تمام، ب505 جنيه على العموم بواقع $10. العشر قروش بقى بتاعت عيد المعلم، إصدار سنة 79 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 79. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 5.96 جرام والقطر 27 ملم وكمية السك المعروف عنها نص مليون قطعة أو 500 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 355 جنيه بواقع $7.
العملة اللي بعد كده العشر قروش بتاعت القصر العيني أو يوم الدكاترة، إصدار سنة 1980 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1980. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام والقطر 27 مليمتر، السمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 1,000,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 605 جنيه، بواقع 12 دولار. العملة اللي بعد كده العشر قروش بتاعت اللي هو السلام يعني، إصدار سنة 1980، أو الناس بتقول السادات والناس بتقول عليها 10 عملات بتاعت اللي هو معاهدة السلام، فهي يعني عامة اللي هي اللي قدامك في الصورة دي. إصدار سنة 1980 وانتهى إصدارها سنة 1980. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام والقطر 27 مليمتر، والسماكة 1.5 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 1,000,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر ودي غالية جدا ب760 جنيه، بواقع 15 دولار. نخش على العملة اللي بعد كده العشر قروش بتاعة يوم العلماء، إصدار سنة 1981 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1981. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام والقطر 27 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.42 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 250,000 قطعة، 1/4 مليون قطعة بس، 250,000 قطعة، بسعر الأنصر 455 جنيه، بواقع 9 دولار. نخش على العملة اللي بعد كده العشر قروش بتاعت اللي هو نقابات العمال، أو الذكرى 25 بتاعت نقابات العمال، إصدار سنة 1981 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1981. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6.12 جرام والقطر 27 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كميات السكة بتاعتها غير معروفة. تمام. بسعر اللانسر 455 جنيه، بواقع 9 دولار. ولما تشوف سعرها هتعرف ان كميات السك بتاعتها قليلة، بس كمية السك بتاعتها مش مذكورة في الكتالوج، فانا مش عايز اجود من عندي واقول لك بقى 1,000,000 قطعة، نص مليون، لا، انا مش موجود قدامي حاجة، فمش هقول لك يعني هي يعني مش هجيب لك من دماغي. تمام. من سعرها نعرف ان هي نادرة، 455 جنيه، بواقع 9 دولار. العشر قروش بقى بتاعت معهد التخطيط القومي، إصدار سنة 85 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1985. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 4.5 جرام والقطر 25 مليمتر، السمكة بتاعتها 1.47 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 100,000 قطعة فقط لا غير، 100,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 605 جنيه، بواقع 12 دولار. نخش على العملة اللي بعد كده العشر قروش بتاعت مجلس الشعب، إصدار سنة 85 وانتهى إصدارها سنة 85. معمولة من مادة النحاس والنيكل، والقطر بتاعها ملهاش وزن، القطر بتاعها 25 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.2 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 250,000 قطعة، ولما أقولك ملهاش وزن يعني مش مذكور الوزن. تمام. فانت ممكن توزنها على ميزان حساس، بس برضو الميزان هيفرق معاك، لان العملة زي مثلا عدى عليها وقت بقى، حد خدشها، حد عمل حاجة، فالميزان الحساس هيفرق في الوزن. تمام. المهم يعني دي سعرها، سعر الأنصر بتاعها 760 جنيه، بواقع 15 دولار. سعر الأنصر 760 جنيه، بواقع 15 دولار. نخش على العملة اللي بعد كده العشرين قرش بتاع دار الأوبرا المصرية، إصدار سنة 88 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1988. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام والقطر 27 مليمتر، والسماكة 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 250,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 450 جنيه، بواقع 9 دولار. نخش على العملة اللي بعد كده العشرين قرش بتاعت حرب أكتوبر، إصدار سنة 89 وانتهى إصدارها سنة 89. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام والقطر 27 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 250,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 1000 جنيه، بواقع 20 دولار للقطعة الواحدة. نخش على العملة اللي بعد كده العشرين قرش بتاعت أو الريال بتاع اللي هو التعداد السكاني، إصدار سنة 86 وانتهى إصداره سنة 86. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام والقطر 27 مليمتر، السمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة 500,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 500 جنيه، بواقع 10 دولار.
ال20 قرش بقى بتاعت عيد الشرطة أو يوم الشرطة، إصدار سنة 1988 وانتهى إصداره سنة 1988. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام والقطر 27 مليمتر. السماكة بتاعته 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنه 250 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 1150 جنيه بواقع 23 دولار. ودي كانت العملة الوحيدة اللي أنا لقيتها كانت مقيمة من الشركة، فالتقييم بياخد سعر كمان، فاهم قصدي؟ بيبقى في شهادة من الشركة المقيمة للعملة إن هي أصلية وكده، فدي أساسا الشهادة دي بتتباع مع العملة بسعرها، فاهم قصدي؟ بس هي دي العملة الوحيدة اللي أنا لقيتها، فلازم أعرفك إن أنا العملة اللي أنا جايبها دي كانت مقيمة، عشان تعرف إن السعر ده كان مقيم تمام، ب1150 جنيه بواقع 23 دولار. خش على العملة اللي بعد كده، ال20 قرش بتاعت بنك الاستثمار، إصدار سنة 87 وانتهى إصداره سنة 87. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام والقطر 27 مليمتر. السمكة بتاعته 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنه 250 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 400 جنيه بواقع 8 دولار. ال10 قروش بقى بتاعت حرب أكتوبر، إصدار سنة 89 وانتهى إصداره سنة 89. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.5 جرام والقطر 25 مليمتر. والسماكة 1.2 مليمتر. كمية السك المعروفة عنه 250 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 500 جنيه بواقع 10 دولار. العملة اللي بعد كده، ال20 قرش بتاعت اللي هو التأمين وإصدار سنة 89 وانتهى إصداره سنة 89. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام والقطر 27 مليمتر. السماكة بتاعته 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنه 250 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 500 جنيه بواقع 10 دولار للقطعة الواحدة. ال10 مليمات بقى بتاعت الثورة التصحيحية، إصدار سنة 1980 وانتهى إصداره سنة 1980. معمول من مادة البرونز والألمونيوم. القطر بتاعها 21 مليمتر. السماكة 1.5 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 2 مليون و500 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 150 جنيه بواقع 3 دولار للقطعة الواحدة. نخش على العملة اللي بعد كده، ال5 قروش بتاعة اليونيسيف، وهتلاقي كلمة اليونيسيف مكتوبة فيها خطأ وكده. إصدار سنة 1900، هي العملة نازلة مكتوبة خطأ تمام. الإصدار سنة 72 وانتهى إصداره سنة 72. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.51 جرام والقطر 24.5 مليمتر. والسماكة 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنه 500 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 175 جنيه بواقع 3.5 دولار. العملة اللي بعد كده، ال10 قروش بتاعة الفاو، إصدار سنة 75 وانتهى إصدارها سنة 1975. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام والقطر 27 مليمتر. والسماكة 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة 2 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصة 350 جنيه بواقع 7 دولار. نخش بقى على العملة اللي بعد كده، ال5 مليمات بتاعت الثورة التصحيحية، إصدار سنة 77 وانتهى إصدارها سنة 79. معمولة من مادة النحاس بوزن 2 جرام والقطر 18 مليمتر. والسمكة بتاعتها 1.3 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 5 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 200 جنيه بواقع 4 دولار. ال10 مليمات بقى بتاعت الفاو، إصدار سنة 80 وانتهى إصدارها سنة 1980 يعني. معمولة من مادة برونز والألمونيوم بوزن 3.28 جرام والقطر 21 مليمتر. والسماكة 1.5 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها هي 2 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 350 جنيه بواقع 7 دولار. نخش على العملة اللي بعد كده، ال20 قرش بتاعت المهن التطبيقيين، إصدار سنة 1985 وانتهى إصدارها سنة 1985. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام والقطر 27 مليمتر. والسماكة 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 100 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 1480 جنيه بواقع 30 دولار. نخش على العملة اللي بعد كده، ال20 قرش بتاعت مترو الأنفاق، إصدار سنة 89 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1989. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام والقطر 25 مليمتر. والسماكة 1.4 مليمتر.
كمية السك المعروف عنه 250,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصة 495 جنيه بواقع $10. الأسعار هتلاقيها متغيرة عشان سعر الدولار يا جماعة. تمام. ال20 قرش بقى بتاعت يوم المحاربين، إصدار سنة 1986 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1986. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، والسماكة 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة 50,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصة للقطعة الواحدة 2225 جنيه بواقع $45. واكتب سعر الدولار، متكتبش سعر الجنيه، عشان أنا بعمل أأكد عليك إن السعر متغير بسبب إن أنا بجيب على حسب سعر الدولار في اليوم ده. تمام. يعني مثلا يوم تصوير الحلقة وانا كاتب الحلقات دي من بدري اللي انا صورتها قبل كده، فهتلاقي الاسعار متغيرة، فاكتب سعر الدولار وبعد كده غير انت للجنيه في اليوم اللي احنا فيه او اليوم اللي انت هتنزل تبيع فيه، عشان تبقى عارف هي هتسوى كام. تمام. المهم يعني خلينا نكمل الفيديو. ب2225 جنيه بواقع $45. الجملة اللي بعد كده ال10 قروش بتاعة المصنوعات، إصدار 1982 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1982. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، السماكة 1.4 مليمتر. كميات السك بتاعتها غير مذكورة. بسعر الأنصر 740 جنيه بواقع $15. العملة اللي بعد كده ال10 قروش بتاعت اليوم العالمي للمرأة، إصدار سنة 2004 وانتهى إصداره سنة 2004. الوزن بتاعها معمول من مادة النحاس والنيكل، أنا آسف، المادة بتاعتها النحاس والنيكل. الوزن 4.52 جرام، القطر 24.8 مليمتر، السماكة 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 2500 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 4200 جنيه بواقع $85. خش على العملة اللي بعد كده ال20 قرش بتاعت اليوم العالمي برضو للمرأة، إصدار 2004 وانتهى إصداره سنة 2004. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر 26.8 مليمتر، السماكة 1.5 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 2500 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصة للقطعة الواحدة 6180 جنيه بواقع $125. $125. خش على اخر عملة بقى معانا في الفيديو، ال10 قروش بتاعت اعادة فتح قناة السويس، اصدار سنة 72 وانتهى اصدارها سنة 72. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6.1 جرام، والقطر 27 مليمتر، السماكة 1.48 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 5 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصة للقطعة الواحدة 840 جنيه بواقع $17. وبكده الفيديو اللي انا كنت وعدتكم بيه، عشان خاطر الناس بتخش تقعد تدور في القناة وكده فين الفيديو فين مش عارف ايه العملة بتاعتها، فانا حبيت اجمع لك كل العملات التذكارية المتداولة اللي هي نزلت والناس اتعاملت بيها واللي هتلاقيها مع جدك او ابوك. العملات ديت والله يا جماعة بتتباع وليها سعر عالي جدا، ويفضل ان انت تكون محافظ على العملة ديت، او لو لقيتها حتى ما تحاولش تنضفها بنفسك عشان خاطر ما تبوظهاش وكده، سيبها على الحالة اللي انت لقيتها عليها، ما تبوظهاش، عشان زي ما انا قلت لك في الفيديو ليها مثلا وزن وليها السمكة بتاعتها. لو انت بوظت الحاجات دي العملة محدش هياخدها منك، لو حد خدها مثلا عشان هي نادرة جدا هيبقى مثلا خسف لك بسعرها الارض. تمام. فانت العملة زي ما انت هتلاقيها سيبها معاك وروح حاول تبيعها. تمام. وان شاء الله هتعرف تبيعها. زي ما انا هسيب لك اماكن البيع في الوصف عشان الناس تدخل برضه، يعني هكون سايب الاماكن البيع في الوصف، الناس برضه تدخل في الكومنتات هبيع فين. طب ما تتعب نفسك وتفتح الوصف هتلاقي اماكن البيع. ولو تعبت يا عمي عشان انت ما بتوصلوش للنهاية وتسمعوش كلامي، لو هتتعب ومش هتعرف تنزل تبيع، خش على الجروبات، فيه آلاف الجروبات والناس بتبيع قدام عينيا، والناس بيتواصلوا مع بعض على الماسنجر وبيتقابلوا ويبيعوا العملات لبعض. انت فاهم قصدي؟ بس تبقى الاسعار قليله في السوق المصري. انت لو هتعرف تشحن العملات بره هتعرف تبيع على الاي باي بكل سهوله، والعملات هتتباع بالدولار مش هتتباع بالجنيه. تمام. وما تنسوش يا جماعه الاشتراك واللايك بتاعكم، والله بيفرق، مش بيفرق في القناه، بيفرق معايا انا. الفيديو هي طلع كويس طلع وحش، ايه اللي مثلا اثر في الفيديو مش عجبك، ايه اللي في الفيديو، فاهمين قصدي؟ فما تنسوش الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.